منين جبت البارسا هاد الفلوس كامله؟ كاين الفائض قسما بالله. البارسا هاد اليوم شاري غوردون ب 80 مليون يورو، ودابا عاطيه 100 مليون يورو في الفاريز. سيلفا جاي في الطريق، وغوارديولا وباستوني ممكن يوقعوا مع البارسا في هاد الصيف. ياك الفرقه كانت مفلسه، شنو وقع بالضبط؟ انا غادي نشرح لك منين خرجوا هاد الفلوس للبارسا. اولا خليني نفاجئك ونصدمك ونقول لك ان البارسا عمرها كانوا عندها مشكل ديال الفلوس. ما كانش مشكل ديال الفلوس مطروح نهائيا، بل كان عنده مشكل في القوانين الماليه ديال الليغا. البارسا كانت كتدخل بزاف الفلوس، ولكن ما عندهاش الحق انها تصرفهم بسبب سقف الرواتب اللي كان مرتفع في عهده بارتوميو. الجهه اللي كانت كتراقبها هي لا ليغا، كانت كتقول لها ممنوع تزيدي تصرفي حتى تقادوا الامور ديالكم. لا ليغا عندها نظام اسمه تقريبا سقف الانفاق او شي حاجه بحال هادشي. كتشوف شحال النادي كيدخل، شحال عليه ديال الديون، شحال كيخلص في الرواتب، شحال عنده ديال المصاريف، ومن بعد كتحدد ليه القدر اللي يقدر يصرفه بامان. يعني حتى اذا عندك فلوس ممكن تبقى ممنوع من شراء اللاعبين ومن التسجيل ديالهم. وهذا الشيء اللي كان واقع للبارسا. ماشي ما عندهاش الفلوس، لا عندها. كان المشكل الحقيقي عند البارسا هو ان الاداره القديمه ديال بارتوميو عطات عقود ورواتب كبار بزاف، اللعابه ما كيستحقوش دوك الارقام. هنايا طبقت على البارسا قيود، وعوض ما تكون البارسا في قاعده 1-1 رجعت لقاعده 1-4. شنو كتعني هذه القاعده 1-4؟ النادي كان خارج القوانين الماليه وما كيستافدش من الفلوس ديالو كاملين اللي كيوفروها. مثلا اذا وفر 100 مليون، الليغا كتسمح ليه فقط يصرف 25 مليون تقريبا. لهذا شفنا بيع الاصول، الروافع الاقتصاديه، تخفيض الرواتب، تمديد العقود. دابا البارسا شرات غوردون ب 80 مليون يورو وعطات في الفاريز 100 مليون يورو. شنو تبدل؟ كاينين ثلاثه ديال الحوايج مهمين. اولا انخفاض الرواتب، خروج لاعبين برواتب كبيره عاونوا بزاف، بحال خروج ليفاندوفسكي اللي وفر اكثر من 25 مليون يورو. اللاعب اللي كيتخلص بزاف فاش كيمشي كيخلي مساحه ماليه كبيره، زائد انه كاين العقد ديال نايكي اللي كيدخل مداخل كبيره للنادي، زائد لاماسيا اللي كيطلعوا منها دراري اللي طالعين من الاكاديميه، الجوده ديالهم كتكون عاليه والتكلفه ديالهم كتكون اقل بزاف. هادشي كيخلي الفريق تنافسي بدون مصاريف ضخمه، وكتخليه يرجع لقاعده 1-1. شنو المعنى ديال قاعده 1-1 او 1-1؟ 1-1 كتعني ان كل يورو كيوفروا النادي او كيدخلوا النادي يقدر يستعمله بشكل طبيعي. يعني دابا البارسا الا دخلت 200 مليون يورو في العام وبغات تصرفها، ممكن تصرفها كامله بلا قيود. وحاليا البارسا عندها فلوس، ممكن تجيب اي لاعب بغاتو حيت رجعت لقاعده 1-1. اش ظهر لكم في هادشي؟